السلام عليكم، مساء الفل ومساء الورد ومساء الياسمين على عيونكم يا احلى ناس في الدنيا واحلى مشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ولا فرن ولا زيت ولا آلية ولا تعب ولا عجن ولا اي حاجة. العجن هيبقى حبة صغننين بس، وبعد كده وصفة بجد جميلة وهشة ورهيبة. مفيش احلى من كده. خدنا نص كوباية مية دافية وحطينا 3 معالق سكر صغيرين، ومعاهم معلقة ونص كبيرة خميرة. تمام. وشوية زيت. فين بقى المقادير؟ مية ودقيق وخميرة بس. شوية الزيت دول يطلعوا قد ايه؟ معلقتين زيت بالظبط. ومعانا 3 كوبايات من الدقيق. حلو الكلام. عايزة تخليهم كوبايتين بس عشان تجربي، مفيش مشكلة. هنبتدي نعجن بالمية الدافية بس زي ما انت شايفة. اخدت نص الكوباية واخدت نص في الاول، وبعد كده مش هحتاج فوق ده كله الا معلقتين بس، معلقتين مية كبار. تمام. وهبتدي واحدة واحدة كده اعجن. وانتي بتشوفيني بعجن كده ما تنسينيش في لايك حلو منك واشتراك وقولي لاصحابك ودعميني بتعليق، عشان انا بتبسط جدا جدا بالتعليق اللي انت بتحطه لي، وفي نفس الوقت بيرفع الفيديو عشان في غيرك نبسط له كده الدنيا ويقدر يشوف الوصفة بمنتهى السهولة. تمام. ابتديت اعجن اهو. كده انا محتاجة معلقتين المية، هحط معلقة واعجن وابتدي احط المعلقة التانية عشان تبقى العجينة معاكي مظبوطة جدا. معلقتين بس حطيت اول معلقة، وهبتدي اعجن شوية واحط المعلقة التانية، لان طبعا طالما حاجة فيها مخبوز كل ما بتتعجن اكتر كل ما تبقى احلى. هنا معايا كمية صغيرة ما زهقتنيش خالص وعجنت بها زي ما انتوا شايفين. بصوا سهلة قوي قوي قوي. هي كمية العجين صغيرة بس اتعجنت معايا بسرعة وبقت حرارية جدا وجميلة. وزي ما اتفقنا لو العجينة صعبة معاكي بحط بعجن دقيقة واستنى شوية، وبعد كده اعجن دقيقة تانية هتلاقيها معاكي جميلة جدا وملمسها حلو. شوفي مش بتلزق بايدي ولا اي حاجة. احطها بقى تخمر لغاية ما يتضاعف حجمها، وابتدي احط نقطة زيت في ارضية الطبق علشان تبقى سهلة ان انا اخرجها منه. تمام. يلا بينا ونصلي على الحبيب ونكمل حاجاتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيتها اهو وهوديها تخمر وتقعد الساعة او النص ساعة على حسب ما هتخمر. ما شاء الله خمرت وبقت بصي روعة بجد، شكلها خرافة وجميلة وسهلة وبسيطة. مش هنتعذب في حاجة. اعملها في فطار، اعملها في غدا، اعملها في عشاء، في اي حاجة. الحشو اللي عندك اعمليه. انا هبسط لك الامور واحط لك حشوات بسيطة اللي موجودة. جبت حتة جبنة قديمة، عندك جبنة كريمي، عندك اي نوع جبنة بس تكون ملحها تقيل شوية، وحطيت عليها فركة نعناع كده. بصي طعمها خطير. جربي الجبنة بالنعناع بجد طعمها جميل جدا. هتوديلك الجبنة في حتة تانية خالص اذا كانت جبنة كريمية او علب او اي حاجة. وهنا جبت ايه؟ دي حتة عجوة. العجوة دي انا جبتها وعملتها في حتة زبدة او سمنة او زيت، اي حاجة موجودة عندك، واعجنيها واعمليها كده. ومعانا شوية بيف وشوية جبنة رومي قطعتهم صغيرين كده. اي حاجة موجودة عندك في التلاجة اعمليها. في اسهل من كده؟ لا طبعا مفيش. ابتديت هنا اقطع كور صغيرة. اول كرة طلعت كبيرة شوية، بعد كده ابتديت اصغر الكرة شوية عشان تطلع حلوة معايا. هبتدي كده اقطع كور صغيرة وارش تحتيهم دقيق. تمام. بلاش زيت عشان ايه؟ السعرات الحرارية. هبتدي اقطع كده. اعمليها لولادك والله ما اخدتش مني بتاع يعني 3/4 ساعة بالكتير قوي. ابتديت من بعد التخمير طبعا وغطيتهم كده عشان ما ينشفش. اول واحدة اشتغلت فيها اخدتها بصي طرية جدا جدا وملمسها ناعم قوي بجد جميلة. 3 مكونات مش معقولة يعني يا جماعة، سهلة وبسيطة. حطيت الجبنة، انهم هنا بيعشقوا الجبنة بالنعناع بيحبوها جدا، وهي طعمها فعلا حلو جدا. عندك جبنة كريمي، عندك جبنة
جبنة مالحة، اي جبنة ملحها يكون تقيل شوية مش خفيف. بيليق معاها الزعتر كمان ممكن بدل النعناع، بيبقى حلو قوي. ابتديت هنا كده برضو هحطها تاني، يبتدي يتضاعف حجمها، بس برضو لازم رشة الدقيق تحتها. حطيت العجوة، هما هنا بيعشقوها بالعجوة، بيحبوها بالعجوة جدا. حتى هتلاقيني مكترة العجوة ومكترة الجبنة ومقلة جدا في البيف والرومي. انا بس حبيت اديك افكار مش اكتر. انت بقى عايزة تحشيها اي حاجة، عايزة تحشيها لحوم تمام، بس تبقى اللحوم مستوية قبلها، مش هتستوي وهي في الطاسة. هبتدي كده، حبيت اوريك كل الاشكال وهقولك هتميزيهم ازاي دلوقتي. طبعا انت هتقول انا مش هعرف اميزهم من بعض، هقولك تميزهم ازاي. اخر حشوة معايا وهي الجبنة الرومي، تمام. وهبتدي ابطط كده واخلص الكمية كلها وارجع لك. حطيتها وسبتها بتاع 5 دقايق عشان يتضاعف حجمها. عشان اميزهم زي ما قلتلك هحط 3 فتحات للبيف مثلا، وفتحتين للجبنة بالنعناع. عايزة تميزي ممكن تعمليها بالشوكة، فهماني؟ سهلة جدا، الموضوع سهل بسيط. والجبنة الرومي واضحة اهي قدامك، وطبعا العجوة واضحة جدا جدا. ولو الجبنة الرومي مبانتش يبقى هي الوحيدة اللي مفيهاش شقوق كده. الطاسة سخنت، هحط فيها معلقة زيت واحدة يا جماعة، بس معلقة زيت واحدة. واضحين اهو مع بعض، ما نكترش زيت، احنا مش بنقليها، احنا بس بنديها صدمة كده علشان تبتدي تاخد لون حلو. ما شاء الله غطيت عليها وقعدت دقيقة واحدة، وابتديت اقلبها اهو. جميلة جدا طبعا، تهيألي مفيش احلى من كده ولا ابسط من كده. هتحطيها في الفريزر، طريقة تخزينها تحطها في الفريزر وتطلعها تاني يوم الصبح ان شاء الله على اللانش بوكس، وتديها للولاد، وهتبقى جميلة. عبال ما يجوا ياكلوها هتبقى كأنها لسه طازة حالا، تمام. ولو ليكي انت عينيها وطلعها قبلها بساعة، وكلوها بألف هنا وشفا. بصي جميلة وهشة، بصي مش قادرة اقولك بصراحة على جمالها، حلوة جدا جدا جدا. هبتدي احط الدور التاني اهو. ما شاء الله خلص الدور، وهتلاقيها غطيها برضو تقعد 10 دقايق. 10 دقايق ايه، معلش انا اسفة، دقيقة واحدة او دقيقتين. ما شاء الله حجمها اتضاعف وخدت لون، وبصي مستوية من جوه وزي الفل. جربيها وقوليلي رأيك فيها ايه. بصي هشة هشاشة وشكلها روعة وخطير وجميلة، مفيش ألذ ولا أحلى من كده، طبعا مفيش أسهل من كده ولا أوفر من كده. أي حشو عندك عايزة تحطيه حطيه. بصي ما شاء الله. هنبتدي نفتحها اهي من النص ووريكي شكلها عامل ازاي. ديت الجبنة الرومي، بس طبعا رايحة في الساندوتش كله. بصي من جوه عاملة ازاي، مستوية وهشة. طبعا هي دقيقة واحدة، دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده، ومستوية وهشة. مفيش كلام تاني يتقال على الوصفة دي، وصفة بجد رهيبة. نشوف بقى كده البيف اخبارها ايه من جوه. بصوا يا جماعة الفطاير شكلها مغري بجد، شكلها جميل قوي قوي قوي. تهيألي مفيش احسن من كده. ويا رب اكون عجبتكم واترككم في رعاية الله وامنه يا رب دايما. اشوفكم في صحة وخير. ولو بتشوفوني لغاية هنا شكرا للمشاهدة، وشكرا لللايك، وشكرا لكل واحد بيخش ويعمل لي تعليق. اترككم في رعاية الله وفي حفظ الله، وباي باي، وسلام عليكم.